بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي وعاملين ايه؟ النهارده هنقدم لكم طريقة عمل الكيك بطريقة سحرية مش هتبوظ ابدا منكم، للناس اللي بتشتكي ان الكيكة بتهبط وبتبوظ منها ان شاء الله. شوفوا الوصفة دي معانا 3 كوبايات دقيق مقاس واحد، كوباية لبن نفس المعيار، كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع زيت، 5 بيضات، كيس بيكنج باودر، 2 فانيليا، 2 بس، 2 فانيليا، قشر برتقال. والسحر في الموضوع في الكيكة 3 نقط ليمون ومعلقة خل. ده بيخلي الكيكة هشة خالص معاكي مش بتهبط وتلقيها. هنحط يا حبايبي 5 بيضات وعليهم الفانيليا بعد والسكر. السكر على فكرة دايما بيكون نص مقدار الدقيق، بس انا حطاه 3/4 لاني مش عايزاه يكون مسكر. انا مقللة المقدار. هنضرب البيض، نضربه حوالي 3 دقايق، وبعد كده نحط اللبن ونضرب تاني. نحط معلقة خل، معلقة واحدة. معلش كده تمام. الخل دي بيخليها ترتفع ويكون لونها ابيض من نقطتين ليمون، هنحط قشر البرتقال، ونضرب تاني. قشر البرتقال بيدي ريحة وطعم حلو خالص. وكل ما تزودي في ضرب البيض والمخلوط ده كل ما كانت النتيجة أحسن. وممكن تعمليها في الخلاط العادي، مش لازم كده. نحط الدقيق في الحلة ونحط عليها البيكنج باودر، كيس بيكنج باودر. حطينا الدقيق وحطينا البيكنج باودر، ونحط عليه اللي ضربناه في الخلاط كله، البيض واللبن والسكر وقشر البرتقال والخل والليمون. بجد الخل والليمون ونقط الليمون بيخليه هش خالص وجميل جدا وما يهبطش معاكي ابدا. الوصفة دي فظيعة، الليمون ده سحري بصراحة في موضوع في عمايل الكيك، ويخلي الكيكة حلوة ولونها جميل. قبل ما ابتديت معاكم عمل الكيك بسخن الفرن على 180. تسخنيها قبل ما تبتدي في الخطوات الكيك، ونقلب ونقلب الكيك في اتجاه واحد، ونقطع في النص في اتجاه واحد، ونقطع في النص عشان الهواء اللي دخل في الكيك ما يطلعش كده، ونقطع في النص ونستمر نقلب في اتجاه واحد، ونقطع كده في النص عشان الهواء اللي دخل لما ضربناه في الخلاط ما يطلعش. طريقة ممتازة ومضمونة جدا، ما بتخليش الكيكة تهبط ابدا. الخل والليمون بصراحة فظيعة فظيعة. والقوام بتاع الكيك، وبعد كده بكون مجهزة الصينية. المقدار ده تحطيه في الصينية الوسط اللي عنديكي في الطقم الصواني بتاعك. الصينية الوسط بتكون دهنة الصينية وحاطة شوية دقيق، او ممكن ورق زبدة. لو عندك ورق زبدة حطي، ما عندكيش ادهني الصينية بالزبدة وترشي الدقيق. الزبدة دي فظيعة، ما تدهنيش بزيت، بيخلي ريحة الزيت بيخلي ريحة الكيك مش حلو. الزبدة بيخليها هشة وجميلة.
بعد كده نحطه في الصينية. القوام بتاع الكيك كده. بعد ما حطينا المقدار بنخبط الصينية مرتين 3 كده عشان المقدار يتساوي في الصينية. وبكون مسخنة الفرن قبل ما ابتدي على درجة حرارة 180، وتحطيها على الشبكة عشان ما تتحرقش معاكي. وبعد ان شاء الله ما اطلعها من الفرن هنشوفها مع بعض. وده شكل الكيكة بعد ما طلعت من الفرن، شكلها تحفة خالص. ارتفاعها حلو خالص، بس والله الكاميرا ظلماها. شفتوا الارتفاع؟ شوفوا الارتفاع جميل وهشة هشة خالص. بالهنا والشفا. اذا عجبتكم الوصفة اعملوا شير ولايك واشتركوا في القناة، واستنوا وصفة تانية ان شاء الله. مع السلامة، في رعاية الله.